كرنكل فتح فرع جديد في عباس العقاد. لو عاوزين تاكلوا اكله التتبيله بتاعتها اول قطعه زي اخر قطعه فهو في المكان ده، وده اول مطعم في مصر بيعمل هوب ميد تشيكن برجر، وبيصنعوا كل حاجه في السنتر كيتشن بتاعهم، وعندهم مكان اوت دور وان دور والاثنين احلى من بعض. وانا جيت صورت الصبح في الروقان قبل الافتتاح المعروف بتاع كرنكل، وعاوز اقول لكم ان انا بحب الشو بتاع الافتتاح بتاعهم جدا. تعالوا اوريكم انا طلبت ايه. دونر سكوفل قطعه مسحب محقونه سبايسي، وعلى فكره من اول الناس اللي عملت الدونر قبل ما يكون ترند، وده للناس اللي بتعشق السبايسي. ندخل على التاني توينز ميكس، وده عباره عن بوكس بروست، وطلبته ناشفيل كمان التتبيله بتاعته محقونه من جوه واصله لاخر قطعه، ولو هتسالوني دي اكتر حاجه انا بحبها عندهم. والساندوتش التالت تيستي تركي ستافد محشي شيدر احمر واوريجينال تشيز، والساندوتش ده انا بعتبره بتاع الناس اللي بتحب الجبن قوي. واخر حاجه تشيكزا مشهورين بيها قوي، عباره عن قطعه بيتزا بس مكان العجينه قطعه فراخ، وعلى الوش واخده بيبروني وموتزاريلا. والصراحه انا شهادتي مجروحه في كرنكل عشان انا باكل عندهم من اول فرع، وكل فرع هم بيفتحوه بكون انا اول واحد عندهم، والفتره الجايه كرنكل هيكون في كل حته، والفرع ده موجود في ليفلز مول عباس العقاد، وفي 10 من عندي هيكسبوا فاوتشر ب 200 جنيه و400 جنيه لحد اخر السنه. كل اللي عليك تقول لهم تبع حدوته وتكون عامل فولو لصفحه كرنكل وبس كده يا سيدي. جربوها تدعوا لي. سلام.